كان بابا بيتكلم في التليفون مع واحد صاحبه في الشغل بياخد منه أرقام وعناوين، وكان بابا عاوز يكتبهم على ورقة بس مش لاقي، فقال لصاحبه ثواني هروح أجيب ورقة من المكتب بتاع بنتي وراجع لك. ودخل الأوضة بتاعتي ياخد ورقة وكل ده عادي، بس المشكلة إن بابا ساب كل الكشاكيل والسكتشات والورق اللي ملوش لازمة وقام واخد دفتر مذكراتي يكتب فيه. أنا كنت قاعدة في الصالة ولما شفت بابا خارج وماسك الدفتر في إيده قلبي وقع من مكانه، لأن الدفتر ده أنا كاتبة فيه تقريبا كل المصايب اللي عملتها في حياتي. بس تخيل تشوف اسم سيدنا محمد ومش بتعمل إعجاب ولا بتصلي عليه، يعني مكتوب مواصفات الراجل اللي بتمنى أتجوزه وكمان رسماه، ده غير اليوم اللي سافرت فيه من ورا أهلي وللأسف كان برضو مكتوب. أنا في ثواني رحت قايمة واقفة جنب بابا وهو بيكلم صاحبه وعمال يكتب في الدفتر ومستنية عينه تيجي على أي كلمة فيكمل قراية وتبقى ليلتي سودة، وكل شوية الصفحة تضيع يقوم فاتح الدفتر ويقلب فيه لحد ما يجيب الصفحة تاني. حرفيا كنت هعملها على نفسي من كتر الرعب اللي كنت فيه ساعتها.